أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج تحيا مصر الجديدة. وعلشان تحيا مصر كان لازم نحيي ونبني كل شبر فيها، وزي ما وعد الرئيس المصريين إنه يبني مصر الجديدة بالعمل والجهد والعزيمة، وسابق الزمن علشان يحقق كل الإنجازات الضخمة اللي بتشوفها كل يوم، هو الحقيقة وعد ونفذ، وأعلن إنشاء مدينة العالمين الجديدة في 2016، مدينة موجودة على ساحل البحر المتوسط داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، وبتتميز بشواطئ خلابة وطقس رائع، مدينة بتمتلك كل مقومات التنمية المختلفة، سياحية كانت أو عمرانية أو صناعية أو حتى ترفيهية، مدينة بيشوفها العالم كله بأنها مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد، مدينة موقعها المميز هيخليها بوابة مصر على أفريقيا، مدينة هتغير خريطة الساحل الشمالي كله. بعد ما كان بيستقبل المواطنين في فترة موسم الصيف، لدى دلوقتي هيكون مدينة سكنية بتستقطب كل المواطنين طول السنة، مدينة العالمين الجديدة، واللي حولها الرئيس السيسي من مدينة للألغام لمدينة الأحلام، مدينة كانت في طي النسيان بسبب وجود عشرات الآلاف من الألغام نتيجة مخلفات الحرب العالمية، اتحولت لمدينة من مدن الجيل الرابع، واللي بتهدف لتطوير جميع الخدمات اللي بيحتاجها السكان، وبتطبق نظام الشباك الواحد ونظام الحكومة الإلكترونية، يعني كل اللي هيسكن في مدينة العالمين هيقدر ينهي الخدمات اللي محتاجها من غير ما يروح لأي مكان تاني. تم إنشاء مدينة العالمين الجديدة باستثمارات وصلت ل40 مليار جنيه على مساحة 48 ألف فدان. تم إنشاء ممشى سياحي بمدينة العالمين الجديدة يصل طوله ل14 كيلو باستثمارات وصلت ل40 مليار جنيه. تم إنشاء مدينة العالمين الجديدة على مساحة 48 ألف فدان، مدينة ضخمة هتستوعب أكتر من 4 ملايين نسمة في نهاية مراحلها الأولى. مدينة العالمين الجديدة بتضم مرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، مركز ثقافي وإسكان سياحي ومنطقة معارض، 18 برج عالمي ارتفاع البرج الواحد 100 متر، أول وأكبر مجمع تجاري ترفيهي وسياحي بيحتوي على أكتر من 350 علامة تجارية. القطاع الساحلي بمدينة العالمين الجديدة هيحتوي على منطقة بحيرة العالمين في حي الفنادق، وكمان مركز للمدينة وحي سكني متميز، وحي حدائق العالمين، مجمع ضخم بيتخللوا 3 مشايات للكورنيش و6 بحيرات متصلة بالشواطئ، مساحتها بتوصل ل 1700 فدان. إنشاء أكبر محطة تحلية مياه البحر في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بالعالمين الجديدة. المحطة هتقوم بتحلية حوالي 150 ألف متر مكعب من المياه يوميا، ما يكفي لأكثر من 1,000,000 نسمة. مدينة العالمين هيكون فيها مركز طبي عالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعي على مساحة حوالي 440 فدان. وطبعا المواطن هو شريك أساسي، ومشروعات الإسكان الاجتماعي هتوفر الآلاف من الوحدات السكنية. مدينة العالمين الجديدة هتضم مدينة للفنون على مساحة 260 ألف فدان. العالمين الجديدة من مدينة ألغام لمدينة أحلام. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده أقول في إيه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. وعلشان نواكب التطور والتكنولوجيا الحديثة، فهيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة علشان يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العالمين بطول حوالي 224 كيلومتر بموازاة طريق وادي النطرون. العالمين مدينة تستاهل إننا كلنا نفخر بوجودها على أرض مصرية، بتضم مدينة للفنون على مساحة 260 ألف فدان، مدينة فيها بحيرة كبيرة
وملاهي ومعارض دولية ومنافذ بيع مختلفة وفنادق وميد تاون ومركز ثقافي وكمان دار أوبرا ومكتبة بحجم مكتبة الإسكندرية ومنتزه دولي ومسجد ضخم وكنيسة ضخمة. كمان هيكون فيها مقابر الحرب العالمية علشان تكون مزار سياحي، وفيها مدارس وجامعة العلمين الأهلية على مساحة 128 فدان، ونوادي رياضية، يعني مدينة تراثية متكاملة. عاوزة أقول لكم إن مدينة العلمين هتدخل دخل كبير لمصر، وده بسبب الاستثمارات اللي هتكون في المدينة واللي هتدخل عشرات المليارات. مدينة سابقة الزمن، الكل شغال فيها على قدم وساق علشان ينتهوا من بناها في وقت قياسي. مدينة جديدة بتحيا في مصر الجديدة. مهرجان العلمين الجديدة، فكر جديد لجذب الاستثمار السياحي. مدينة العلمين الجديدة مدينة المهرجانات الدولية في الصيف. العلمين الجديدة من مدينة ألغام لمدينة أحلام وفن وموسيقى. عايزة أقول لكم إن مدينة العلمين هي مدينة عالمية تم فيها أكبر حدث ترفيهي عالمي، هو الأكبر بالشرق الأوسط، واللي هيستمر لحد يوم 26 أغسطس الجاي. مهرجان هيقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهيستقبل أكتر من 1,000,000 زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، وهيكون في عدد من الفعاليات الفنية والرياضية، وهيشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة لحفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي. ومش بس كده، ده هيكون في معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.